استكمالا لسلسلة النوادر، النهاردة جايب لكم اختبارات لكل موديلات عربيات دايو، واللي فيه منها دلوقتي بقى اسمه شيفروليه. معانا دايو ماتيز ولانوس ونوبيرا وليجانزا، وهنبتدي من الأصغر للأكبر. فهنبتدي بالماتيز، وهي ماتيز موديل 2000. الاختبارات دي اختبارات اليورو انكاب. الاختبار التصادم الامامي كان على سرعه 54، وزي ما احنا شايفين كده مقدمه العربيه اتحطمت بالكامل، وطبعا وصلت للكابينه اللي هي ما فيهاش غير ايرباج واحده بس. وبعد كده التصادم الجانبي وكان على سرعه 50 كيلومتر، زي ما احنا شايفين كده في التصادم الجانبي، ولا انه على سرعه قليله جدا، ولكن كرسي السواق اترحل على اللي جنبه، زي ما يكون بيقول للي جنبه وسع لي كده شويه. طبعا المعايير اللي قامت عليها الاختبارات دي كلها مختلفة تماما عن الموجود دلوقتي، وعشان كده العربية خدت 3 نجوم، ودي طبعا نتيجة لا تتوافق مع اللي احنا شايفينه خالص. بعد كده معانا دايو لانوس موديل 98، عربية من أكتر العربيات المنتشرة لحد النهاردة. في التصادم الأمامي نفس القصة، مقدمة العربية اتحطمت بالكامل، وسقف العربية مع القايم عملوا حرف 8 الجميل، وده معناها إن المرحوم اللي جوه بقى عجينة. دايو كان متفقة ان كل العربيات هتنزل بايرباج واحدة بس، يعني هنحاول نحمي السواق على قد ما نقدر، ده اذا عرفنا، والباقي ربنا معاهم. عشان كده زي ما احنا شايفين الراكب اللي جنب السواق دماغه هتبقى عاملة زي الفستقة المفلوقة، لان مفيش اي حاجة تحميها. وان كان في الوضع ده الوسائد الهوائية زيها زي قلتها، لان جسم العربية نفسه ما قدرش يحمي اي حد. في التصادم الجانبي القصة كانت مش مختلفة كتير. هنشوف دلوقتي ان العربية اتفعصت تماما لجوه، وبقت عاملة حرف 8 برضو بس لجوه العربية، ومع ذلك العربية برضو واخدة نجمتين. طبعا انا بعتذر عن جودة الصورة، وكان نفسي اقول لك ان هم بيصوروا بتليفون ارضي، بس وقتها ما كانوش حتى اخترعوا التليفون الارضي. وقتها كان اكبر شاشة تلفزيون موجودة هي 3 بوصة. بعد كده معانا نوبيرا موديل 2000، برضه من اكتر العربيات اللي هتشوفها في الشارع لحد النهارده. في التصادم الامامي مع انها عربيه كبيره والمفترض ان هي تبقى اقوى لانها اغلى، ولكن النتيجه كانت كارثيه، وكانت اسوأ حتى من اللانوس والماتيز. حرف التمانية بتاع السقف ده بقى 88، يعني نقدر نقول بمنتهى الثقة ان الناس اللي جوه دول بقوا عبارة عن صلصة طماطم في برطمان. لما نيجي نشوف من اقرب شوية هتشوف الدنيا عاملة ازاي. اي نعم في للسائق وسادة هوائية، ولكن زي ما احنا شايفين كده هي زي قلتها خالص. اصلا باب السواق رحل على الكرسي اللي ورا، الى جانب طبعا ان باقي الركاب دول ما يعني ملناش علاقه بيهم خالص، لانه ما فيش اي وسائل حمايه ليهم. لما نشوف من اقرب شويه هتشوف ازاي ان الوساده الهوائيه ما حمتش السائق اصلا، لانه اصطدم بيها وبعد كده رجع مال للجنب واصطدم بقايم العربيه، ناهيك طبعا على ان رجله بقت دلوقتي في المفرمه. واضح جدا طبعا ان اللي راكب جنب السواق ده ربنا معاه، لان مفيش حتى الوساده دي. ولما نيجي نبص للصف الخلفي نفس القصه، مفيش اي نوع من انواع الحمايه. هنروح بعد كده لاخر عربيه في السلسله، وهي دايو ليجانزا، ومعانا موديل 99. الليجانزا والماتيز عربيتين ما بقتش بشوفهم اصلا، يعني تشوف النوبيرا اكتر ما تشوف الليجانزا ولو انها افخم. والحقيقه مع انها المفروض ان هي اعلى واحده في السلسله، بس هي اسوأ واحده في الاختبار. باب السواق رحل لورا اكتر، وطبعا الهرس والفرم جوه بقى اكتر. مقدمه العربيه اصلا ما بقتش موجوده. القايم تحس ان هو عود كبريت ملوش اي قوه ولا بيحمي من اي حاجه ولا بيمتص الصدمه. حتى عتب العربيه طرشق من تحت، يعني مفيش حاجه بقت سليمه. الوساده الهوائيه دي محطوطه ديكور كده بس عشان نقول ان في وسائد هوائيه، ملهاش اي لازمه ولا قامت باي دور. لما نيجي نبص بقى على الصف الخلفي هتلاقي ان الكراسي اصلا بتاع الصف الامامي رجعت عليهم، يعني لو انت ما خبطتش فينا احنا هنخبط فيك. الشنطه اتفتحت، يعني ما اعرفش اتفتحت ليه مع ان الصدمه بعيده عنها خالص. الاختبار اللي فات ده كان من استراليان انكاب. الاختبار اللي احنا شايفينه بقى دلوقتي ده من IIHS او هيئه الطرق والسلامه الامريكيه، لنفس الموديل 99. العربيه كانت خدت في الاختبار اللي فات نجمتين. هنا في الاختبار ده الدنيا ما اختلفتش خالص، نفس النتيجة بنفس الطريقة بنفس كل حاجة، وده إن دل على شيء يدل عن القصة مش قصة إن الهيئة دي اختباراتها سيئة أو مش مظبوطة. نقدر نقول إن نص العربية القداماني فعلا بيروح في داهية، يعني تنطق الشهادتين وتركب العربية وربنا معاك. زي ما احنا شايفين كده الكنبة الخلفية اتفتحت واتهبدت على الكرسي، بمعنى أصح إن أنت لو قاعد على الكنبة دي هتبقى عامل زي الورقة اللي اتنت نصين. فالعربية طبعا واخدة بور بمنتهى الكفاءة. الحقيقه ان موديلات دايو كلها كانت موديلات ضعيفه ولحد النهارده، وتقريبا هي بدون امان، وده بالنسبه للعربيات اللي فيها ايرباج واحده. تخيل بقى لما تكون عربيتك اصلا حتى ما فيهاش ايرباج. ودي كانت اخر عربيه معانا من موديلات دايو. تحبوا العربيه الجايه تبقى معانا تويوتا كرولا مثلا، ولا تحبوا نشوف انهي عربيات بكل موديلاتها؟